البارح قدام البرلمان في العاصمة تجمعوا عشرات المتقاعدين المغاربة اللي تابعين للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين باش يديروا وقفة احتجاجية ويعبروا على السخط ديالهم من الأوضاع المعيشية اللي كيعانيو منها. هاد الناس خرجوا كيطلبوا بزيادة في المعاشات ديالهم حيت الحياة ولات غالية بزاف وما بقاش المعاش كيقدر يواكب المصاريف اليومية. اللي زاد كفس الوضع هو الضرائب على المعاشات، وهذا الشيء خلاهم يطالبوا بإلغائها كاملة. بغاو حتى يكون عندهم صوت في القرارات اللي كتهمهم حيت كيحسوا براسهم مهمشين وماشي في الحسبان. شعاراتهم كانت كلها كتدور على ضمان عيش كريم وزيادة في المعاشات باش يقدروا يعيشوا بكرامة. بالنسبة للمحللين السياسيين، الوقفة ديال البارح كتعكس واحد الواقع اللي الحكومة خاص دير ليه حساب، حيت هاد الفئة اللي خدمت البلاد سنوات طويلة كتلقى راسها دابا مهددة في قوت يومها بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وكاين اللي كيقول بأن الحكومة خاصها تفيق لهاد الأزمة وتدير إجراءات عاجلة، حيت المتقاعدين اليوم ماشي غير كيطلبوا الزيادة في المعاشات ولكن كيطلبوا كرامة اللي خاصها تكون مضمونة. الأسعار طالعة والوضع الاقتصادي كيتفاقم والمتقاعدين بحال باقي المغاربة كيعيشوا تأثيرات هاد الأزمة. فاش كتشوف هاد الاحتجاجات قدام البرلمان كتعرف أن الوضع وصل لواحد النقطة اللي خاص الحكومة تستوعب الرسالة وتلقى حلول فورية. كناقد سياسي كصاحب قناة أطروحة، كنقول على أن هذه الوقفة الاحتجاجية ديال المتقاعدين اللي وقعت قدام البرلمان كتسلط الضوء على واحد المشكل اللي كيتفاقم في المجتمع المغربي. الفئات الهشة واللي كان مفروض تكون فراحة بعد سنوات ديال الخدمة ولات كتعيش في ظروف صعبة. هاد الاحتجاجات في الجوهر ديالها هي إشارة على فشل السياسات الحكومية في توفير شبكة حماية اجتماعية فعالة. السياسات اللي تابعها المغرب في مجال التقاعد كان ممكن تكون فعالة في واحد السياق اقتصادي مستقر، ولكن مع الارتفاع المتزايد ديال تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية هاد السياسات ولات ما كافياش، لأن المعاشات اللي كيتلقاوها المتقاعدين دابا ما عادش قادرة تواكب الزيادات في الأسعار. وهذا الشيء كيعني أن الحكومة خاصها تراجع حساباتها في هذا المجال. من جهة أخرى، المطلب ديال إلغاء الضرائب على المعاشات كيعكس واحد الواقع اللي كيحس به المتقاعد المغربي. كيفاش الدولة كتفرض الضرائب على ناس اللي كانوا في موقف الخدمة لسنوات طويلة، وفاش توصل فترة الاستفادة من التقاعد مازال كيقطعوا عليهم وكيبقاو عليهم بنفس الاقتطاعات. هاد النقطة كتفتح واحد النقاش أعمق على العدالة الضريبية في المغرب. واش فعلا الفئات اللي خدمات الوطن حياتها كاملة خاصها تكون معرضة لنفس الضغط الضريبي اللي كيتعرض ليه المواطن العادي؟ في المقابل الحكومة لحد الساعة كتجاهل هاد الأصوات، وهنا كاين واحد التحدي سياسي كبير في الفئات المتقاعدة اليوم. ورغم أنها كتظهر ضعيفة ومشتتة إلا أنها عندها قدرة على تعبئة أكبر عدد من الناس وخلق ضغط سياسي، خصوصا إلى التحركات بقات كتكبر وكينضم لها قطاعات أخرى من المجتمع اللي كيعانيوا من نفس المشكل. بالتالي من زاوية ديال ناقد سياسي، هاد الوقفة كتبين أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية اللي كتتبعها الحكومة ما قاداتش تواكب تطلعات المغاربة، وكاين ضرورة لإصلاحات عميقة ماشي غير في مجال التقاعد ولكن حتى في النظام الضريبي كامل وفي آليات ضبط الأسعار. إلا بقات الحكومة كتغض الطرف على هذه المطالب راها كتغامر بتوسيع رقعة السخط الشعبي اللي ممكن يوصل درجة خطيرة. والله يحفظ بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.